الحقيقة مولاي في مواطنين كتير قوي طالبين انهم يتعالجوا على نفقة المملكة بس خارج المملكة. وايه الغلط في كده؟ سفروهم يتعالجوا على نفقة المملكة، ولا انتوا عاوزين الشعب يخلص وما لاقيش حد يحكمه؟ الحقيقة مولانا احنا شعبنا بيتميز عن كافة الممالك المحيطة بينا بالمكر الشديد. الناس دي صحتها زي الفل ويجيدوا فن التمثيل، فعايزين يستفيدوا ويستغلوا عطف مولانا. الناس عايزة تخرج بره المملكة تلف وتشوف الدنيا، وده عايزين يعملوه على حساب مسؤولية الصحة، وطبعا تكلفة السفر غالية جدا فبيرموا بلاهم علينا. يشتغلونا يعني؟ في الحقيقة أيوة. خلاص اوقفوا العلاج في الخارج على نفقة المملكة وفورا. يعيش شهريار حبيب الرعية، 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 يعيش شهريار حبيب الرعية. زعيما وقائدا منتصرا في الحرب والسلام، عاشت مصر وعاش مبارك. كل واحد عايز يتغدى بالتاني قبل التاني ما يتعشى بيه. ده كده المملكة خربت. طب وانا ايه اللي قلقني؟ بالسلام. طب ما انا بلعب على الجناحين، خليني مع الهتيفة. عاش الملك مات الملك. جمع من كل مكان. انا اول مرة اعرف ان المملكة فيها ناس كتير بالشكل ده. بقول لك الناس بتتجمع من كل مكان، محدش ضامن هم هيعملوا ايه. طب واحنا مالنا وهيأذونا ليه؟ يا غباء، انت لسه بتسألي ليه؟ بعد كل اللي انا عملته فيهم بتسألي ليه؟ الحكم وعالكيف والعدل للي يدفع اكتر. عايزة ايه تاني؟ يلا بينا يا ولية. انت هتقعدي بحلقين كتير. بقول لك ايه، انت كنت اقعدي لغايه ما كسروا عليك الدم ويخش عليك ويقطعوك 100 حته. يا لهوي، لا يا اخويا لا، انا هخش الم حاجاتنا على طول لحسن ياخدونا في الرجلين. يلا يلا يا انعاش، يا انعاش قبل الطوفان ما يرجعنا ونغرق في غضبهم. بقول لك ايه، الناس دي تصبر، لكن لما قيامتها تقوم محدش يقدر يقف قصادها. يلا يا انعاش. عمرك شفت حد قعد على كرسي واستريح عليه وبعد كده قال هسيبه لحد تاني؟ زمن الأوامر انتهى، عصرك كله انتهى. 3 سنين وانقلاب؟ في ناس 30 سنة ويقعدوا مفيش انقلاب ومبسوطين. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما. ايه ده؟ والشعب فاكر ان دي سحت ولا ايه؟ الشعب وكل اللي في ايد الشعب مش في ايد مولانا. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
الحدوته فرغت الحدوته.